قالوا لك ركب مولد الهيدروجين في عربيتك عشان توفير بنزين وحفاظ على المحرك. تعالى معايا في جولة النهاردة هنتكلم فيها بالعلم والأرقام والمعادلات علشان نعرف حقيقة القصة دي. يعني إيه كلمة مولد هيدروجين للسيارة؟ وليه ناس قالت إن هو بيوفر بنزين وناس تانية شتمت فيه؟ شرح فكرة الجهاز باختصار. الفكرة ببساطة إن الجهاز ده بيشتغل على بطارية ودينامو العربية، بياخد المياه العادية ويحولها لغاز هيدروجين وأكسجين عن طريق الكهرباء. بعدين يدخل الخليط ده في المحرك عشان يحسن عمليه الاحتراق، وبالتالي نظريا، وخلي بالك من كلمه نظريا دي عشان الخدعه هنا، المفروض انه بيخليك تستهلك وقود اقل وتطلع دخان اقل. طب عشان نفهم الموضوع اكتر لازم نغرز شويه في المعادلات الكيميائيه والفيزيائيه، وانا هحاول ابسط الموضوع برضو الناس على قد ما اقدر. هيحتاج تركيز منك فما تجريش الفيديو عشان الفكره توصلك كامله. هات فنجان القهوه بتاعك وتعالى نكتشف المهزله دي واحده واحده. يعني ايه بالظبط ال H2O اللي هو HHO؟ وليه الناس اللي بيسوقوا للموضوع ده بيقولوا انه معجزه في توفير البنزين وبيتكلموا في توفير من 25 ل 40%؟ اما المهندسين الكبار والناس اللي بتفهم فكلهم عارفين ان الموضوع ده فنكوش. النهارده هنغوص في الكيمياء والفيزياء ورا الموضوع ده وهفسرها لك بلغه بسيطه عشان تفهم كل حاجه. اولا، الاساس الكيميائي هو تفاعل التحليل الكهربي. فكره التحليل الكهربي دي هي فكره قديمه جدا موجوده من 200 سنه. صاحب الفكرة كان عالم اسمه أنطوان لوفوازيه سنة 1789. بعدها علماء كتير طوروا الفكرة، ومنهم مايكل فاراداي اللي أسس قوانين فاراداي للتحليل الكهربي سنة 1830. سيبنا من التاريخ ونخش في الموضوع على طول. بص يا سيدي، الجهاز ده بيشتغل على قانون كيميائي قديم اسمه التحليل الكهربي. يعني ايه التحليل الكهربي للميه؟ الماء العادي اللي هو ال H2O بيتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. طب لما نمرر تيار كهربي فيه بتيار مناسب حوالي من 10 ل 20 امبير بيتحلل الى ذرتين من غاز الهيدروجين وذره من غاز الاكسجين، بيتفكك من بعضه يعني. بس هنا في حيله، عشان نمنع انفجار الغازين بنخلطهم من بعض في نفس الانبوبه، فبيبقى عندنا خليط امن اللي هو اسمه ال HHO، اللي هو بنسميه غاز براون. الجهاز اللي بيركب في العربية ده هو عبارة عن خلية للتحليل، ودي معمولة من أنواع من ستانلس ستيل عشان ما تصديش. محلول إلكتروليت عبارة عن مية مخلوطة بصودا كاوية أو كربونات بوتاسيوم عشان بتوصل الكهرباء أحسن. منظم تيار BWM بيظبط شدة التيار الكهربي. فلتر مية بيحجز الشوائب. وصمام أمان أوتوماتيك ضد انفجار الغاز. طيب الغاز بيدخل المحرك بتاعك ازاي؟ بيطلع من منظومه الهيدروجين دي بانبوبه على الامبوليت اللي موجود في عمه الهواء علشان يمتزج مع الهواء اللي داخل المحرك اللي بنسميه هواء السحب، وبعدين بيختلط بالبنزين في غرفه الاحتراق. هنا بيحصل اللي بيسوقوا له على انه السحر. الغاز بيزود سرعه اشتعال الخليط لانه الهيدروجين بينفجر اسرع من البنزين. بيزود كفاءه الاحتراق لانه بيقلل الكربون غير المحترق. طيب هل الكلام ده حقيقي والهيدروجين فعلا سحر وبيوفر بنزين وينظف المحرك؟ انا مش عايز اقطع عيش ناس شغالين على الموضوع ده، بس للاسف الحقيقه بتقول اللي بيتم ده نصب واشتغالات وتقليب فلوس للناس البسيطه اللي بتصدق الكلام ده. شوف يا سيدي، طاقه الهيدروجين 120 ميجا جول على الكيلو جرام، وتعتبر اعلى من البنزين بثلاث مرات. لكن الكميه المنتجه من الخليه اللي بتتحط في عربيه صغيره جدا حوالي 1 لتر في الدقيقه. فالتأثير الحقيقي بيكون من 10 ل 15% زيادة في الكفاءة. ده في حالة إن الخلية بتخرج فعلا الواحد لتر، وده هيحصل أول مرة بس، وبعد كده هتقل لأن المحلول والألواح تركيبها الكيميائي بيتغير. بس هنا المشكلة الأكبر إن الطاقة اللي بتيجي مع البطارية عشان تنتج الهيدروجين بتتسحب من الدينامو، ففي جزء من التوفير بيروح لتعويض الكهرباء دي. يعني حضرتك لما تزود سحب الكهرباء اللي بتاخدها من الدينامو بتحمل على المحرك اللي بيلف في الدينامو، فالمحرك بيستهلك بنزين اكتر. نفس فكره انك تشغل التكييف فبيشغل الكمبريسور فيحمل على المحرك، فالكمبيوتر يزود كميه البنزين اللي هتعوض الحمل الزياده ده فيقوم مستهلك بنزين زياده. يعني ودنك منين يا جحا؟ فمثلا لو حبينا نحسب التوفير، لو عندك موتور مثلا هنقول 2000 سي سي عشان سهوله الحساب، بس بدون الجهاز بيستهلك عاده 10 لتر لكل 100 كيلومتر بتمشيهم. مع الجهاز هيستهلك 8.5 لتر لكل 100 كيلومتر، ده في افضل الاحوال. وبقول كده ليه؟ لان توفير بالمنظر ده مستحيل، وهقول لكم ليه كمان شويه. يعني بالحسبه دي احنا وفرنا 1.5 لتر لكل 100 كيلومتر، لكن لو حسبتها بالورقه والقلم سعر الجهاز عامل من حوالي من 3000 ل 5000 جنيه. التوفير من 1.5 لتر
يعني هنضربه في 17 جنيه وربع، يعني سعر البنزين هيديك حوالي 25 جنيه توفير لكل 100 كيلو، يعني التوفير الشهري حوالي 250 جنيه لو سافرت 1000 كيلو كل شهر. طب نتكلم عن عيوب مولد الهيدروجين اللي محدش هيقول لك عليها، لان الموضوع ده طالع ترند اليومين دول، واللي بيتربحوا من الفيلم ده بينتهزوا فرصة زيادات اسعار البنزين، والناس غلابه وبيدوروا على توفير، والاشتغالات طبعا كتير. قبل ما تندفع ورا اي حد يقول لك وفر 50% بنزين، خليني اقول لحضرتك العيوب اللي محدش بيتكلم عنها. ده مش كلامي، ده كلام فيزياء وكيمياء وهندسه. العيب الاول هو مشكله الطاقه المستهلكه في الانتاج. بص يا سيدي، عشان تنتج الهيدروجين انت محتاج كهرباء من بطاريه العربيه. المشكله بقى ان الكهرباء دي جايه من الدينامو، اللي اساسا زي ما قلت لحضرتك شغله معتمد على دوران المحرك اللي شغال بالبنزين. حسب قانون حفظ الطاقه، الطاقه اللي هتاخدها من البطاريه هتخلي الدينامو يشتغل اكتر، يعني جزء من التوفير بيروح لتعويض الكهرباء دي. العيب التاني كميه الهيدروجين اللي بتخرج من الخليه دي قليله جدا، وكفايه اقول لك ان الجهاز العادي بيطلع حوالي 1 لتر هيدروجين في الدقيقه، بس محرك عربيه مثلا زي ال 1600 سي سي محتاج حوالي 5000 لتر هواء في الدقيقه، يعني النسبه 2 من 100% هيدروجين مقابل 99 و98 من 100% هواء وبنزين. نسبه خايبه وتاثيرها ضعيف جدا. وده قانون حساب الطاقة المنتجة من احتراق الهيدروجين، هيظهر قدامكم حالا دلوقتي، وواضح ان الكميات المنتجة من الطاقة ضئيلة جدا. وده قانون حساب كمية الهيدروجين المنتجة عمليا. هنحسبها في مثال، هنقول ان التيار 15 امبير، ومعروف ان الكتلة المولية للهيدروجين 2 جرام على المول. وحسب قانون فاراداي اللي هو بيقول الام بتساوي الاي في التي في الام على الان في الاف. الاف دي ده ثابت فاراداي، وده بيتقاس بالكولوم على المول، ودي النسبه بتاعته. ودي النتيجه العمليه قدامكم بعد التعويض في القانون، وبدون دخول في عقد هندسيه. يعني جهاز 15 امبير هينتج نص لتر في الدقيقه فقط. ولو حبينا نقارن طاقه الهيدروجين مع طاقه البنزين، فطاقه الهيدروجين 142 ميجا جول على الكيلو جرام، وطاقه البنزين 46 ميجا جول على الكيلو جرام. لكن المشكله ان الكميه المنتجه لا تتجاوز 1% من وقود المحرك. طب تعال نشوف فقدان الطاقه في النظام. كفاءة الدينامو بتفقد 50%، وفقدان الحرارة في الخلية دي 40%. يبقى النتيجة النهائية اللي هيحصل إن في فقدان للطاقة من 60 ل 70% قبل ما تستخدمها أصلا. وبالنسبة لمعدل استهلاك البطارية، البي بتساوي اي تربيع في ار، وعندنا الاي ب 15 امبير، والار اللي هي مقاومة الخلية ب 2 من 10 اوم. يعني بعد التعويض في القانون الجهاز بيستهلك فعلي 225 واط. الطاقة دي بتتسحب من طاقة المحرك. طب تأثير الكلام ده على استهلاك الوقود ايه حسب قوانين ديناميكا المواقع؟ ديناميكا المواقع القانون هيظهر قدامكم دلوقتي. الايتا بتساوي الام اير زائد الام فيول زائد الام اتش اتش او على الام اير. الام اتش اتش او ده اللي هو 1 من 1000 من الام اير، يعني الام دي اللي هي معدل التدفق الكتلي اللي بنسميها الماس فلو ريت. كمية الهواء الام اير اللي بيخش المحرك بالجرام على الثانية. كمية البنزين الام فيول اللي بتخشي على المحرك بالجرام على الثانية. كمية خليط الاتش اتش او اللي هو الام اتش اتش او اللي هو الهيدروجين والاكسجين اللي بيدخل من الجهاز ان وجد يعني. والمعادلة دي في الاخر هي بتعمل ايه؟ هي بتحسب نسبة الخليط الكلي، الفيول زائد الاير يعني البنزين والهواء والنيلة اللي احنا مدخلينها اللي هي الهيدروجين، عشان نقدر نقيس تأثير إضافة الهيدروجين على عملية الاحتراق دي. لو العربية عادية بدون هيدروجين هنقول الإيتا هتساوي الهواء زائد البنزين على الهواء، يعني هتساوي، هنقول الهواء مثلا 100 جرام في الثانية والبنزين 5 جرام في الثانية. إذا الإيتا بتساوي ال 100 زائد 5 على 100، يعني الخليط زاد بنسبة 5% عن الهواء النقي. لو أضفنا بقى القصة بتاعت الهيدروجين اللي طالع اليومين دول ترند، هنقول إن غاز براون اللي احنا مدخلينه ال HHO لو هنحطه داخل المعجنة دي، هنفترض إن مولد الهيدروجين بيضيف نص جرام في الثانية من ال HHO، يبقى الإيتا هتساوي ال 100 اير والخمسة فيول والنص HHO على 100. يعني لو جمعنا الكلام ده الناتج النهائي هيكون 1.55 من 1000. يعني الكفاءة زادت بتاعت المحرك بنسبة 5 من 10%، لأن كمية الهيدروجين قليلة جدا مقارنة بالهواء والبنزين اللي دخلوا. يعني من الآخر التأثير أقل من 1% من كفاءة الاحتراق. طيب نحسب التكلفة بتاعتنا مقارنة بتوفير ال1% دي إزاي؟ معادلة التكلفة للفايدة. يعني إيه التكلفة للفايدة؟ يعني الموضوع ده هيكلفنا كام وقدامه هنستفيد قد إيه؟ التكلفة هي سعر الجهاز
زائد الصيانة، يعني على أرخص جهاز في السوق هنقول 3000 زائد 1200 صيانة سنوية للجهاز، لأنك بتغير السائل كل 3 أشهر وسعر المرة 300 جنيه، يعني التكلفة الإجمالية هتبقى 4200 جنيه. ده غير الزيت والتآكل والمصايب اللي بتحصل في صمت، ودي للأسف خسائر مش هنعرف نحسبها. الفايدة يبقى احنا هنوفر من نص لواحد ونص لتر لكل 100 كيلومتر. بالمنظر ده هيكون استرداد التكلفة، يعني عشان نلم الفلوس اللي دفعناها دي محتاجين من 3 ل5 سنين، ده إن وجد استرداد أصلا. ده أنت هيطلع عليك فلوس في الآخر. المشكلة في مولدات ال HHO التجارية دي إن معظم الأجهزة اللي في السوق بتنتج كميات صغيرة جدا من الهيدروجين، أقل من 1% من خليط الاحتراق. عشان كده تأثيرها على توفير البنزين ضئيل جدا أو معدوم، لأن الام بتاعت ال HHO اللي هو الخليط اللي احنا عملناه ده، اللي هي معدل التدفق الكتلي الماس فلو ريت، زي ما قلنا بتكون 1/1000 مقارنة بالام بتاعت الهواء اللي هي 1/10. فطبعا النسبة دي ولا حاجة، والطاقة اللي بتستهلك لإنتاج الهيدروجين أكبر من الطاقة اللي بتيجي منه. وخد المعلومة الصادمة دي، لو حسبتها رياضيا، بس أنا مش عايز أدخلكم في معادلات كتير عشان محدش يزهق، الطاقة اللازمة لإنتاج الهيدروجين تساوي تقريبا 130% من الطاقة اللي هيديها لعربيتك. يعني الحسبة خسران. معلش أنا اضطريت أغرز في معادلات عشان أوصل الفكرة كاملة، لأني عارف إن هيدخل في تعليقات أصحاب المصالح والمغيبين اللي ركبوا الاشتغالة دي ويتناقشوا في التفاصيل الهندسية. عشان كده حطيت معادلات وحاولت أبسطها على قد ما قدرت. طيب، خلصت العيوب بتاعت فنكوش الهيدروجين؟ للأسف لا. العيب الثالث مشكلة الرطوبة في المحرك، وده أسوأ العيوب. الجهاز بيسبب كارثة صامتة محدش بيتكلم عنها، بل على العكس الناس اللي بيسوقوا للجهاز بيستعرضوا بالمية اللي خارجة من الشكمان بتاع العربية، وبيتصوروا وهم حاطين ايديهم على الشكمان والمية خارجة منه. انتوا بتعملوا ايه؟ دي مصيبة يا سيدي الفاضل. بخار المية داخل المحرك اللي هو ببساطة الناتج الطبيعي لاحتراق الهيدروجين، مع الوقت بيسبب صدى في الصمامات اللي هي بنسميها الصبابات، تلف في حساسات الأكسجين، بيقلل عمر زيت المحرك وبيخففه، وبيدمر علبة البيئة والشكمان بالكامل. بالزيادة عن كده كمان بيسبب صدأ داخل أجزاء المحرك. العيب الرابع خطورة انفجار الغاز، وده اعتبره عيب نادر، لكن حطه إنذار أحمر. لو الجهاز اللي حضرتك مركبه رخيص أو متركب غلط، وطبعا في ظل قله الضمير المنتشره في الشركات والصناعيه حاليا، وارد تحصل حاجه زي كده. وطبعا ساعه دفع الفلوس كله هيدي لك 1000 ضمان، لكن ساعه الجد هيقول لك مش من عندي، او انت اللي ما عملتش صيانه، او المشكله في البنزين اللي بتستعمله، او الزيت اللي بتحطه مثلا مضروب. غاز الهيدروجين اللي دخل لعمه الهواء ده، لو في تسريب من خليه الهيدروجين او الانبوبه اللي بتنقله، او مثلا كان صمام الامان الاوتوماتيك رخيص وعطل زي اي حاجه في الدنيا بتعطل، ممكن ينفجر غاز الهيدروجين بأقل شرارة، وفي حالات نادرة ممكن يسبب حريق في المحرك. العيب الخامس التأثير السلبي على ضمان العربية، وحصل الكلام ده مع ناس كتير، إن التوكيلات طلعت العربيات من الضمان بسبب تركيب منظومة غاز الهيدروجين. الشركات الكبيرة زي تويوتا وهيونداي شيفروليه كلها بتقول أي تعديل على السيستم البخاخ اللي هو الطقم بتاع الانجكشن يبطل الضمان، لانه بيدمر حساسات الاوتو الاكسجين، وممكن تتعطل وتخلي العربيه تشتغل غلط. طبعا ما جبناش سيره شركات زي BMW او مرسيدس، لان اصحاب العربيات دي مقدرين عربياتهم كويس، ومحدش فيهم هيسمح ان صنايعي من خارج التوكيل يخترع له في عربيته. ولا اعتقد ان التوكيلات الكبيره دي قبلت عميل مركب هيدروجين في عربيته، الا لو عربيه موديل قديم، يعني كده كده ما بيروحش التوكيل. العيب السادس وهو التكاليف المستخبيه. في فلوس كتير جدا مش محسوبه في صيانه دوريه للخليه، تغيير المحلول كل 3 اشهر، في استهلاك اسرع للبطاريه، في احتمال تغيير حساسات بفلوس كتير، في تغيير زيت محرك في وقت اقصر، لان الزيت بتتغير اللزوجه بتاعته وبيخف من الميه اللي بتنتج عند احتراق الهيدروجين، في تغيير صبابات وسوائل بتحطها علشان تقاوم الصدأ داخل المحرك. فيعني من الاخر، بص يا صديقي، لو ليك في التجارب ومضحي بعربيتك وعندك فلوس تضيعها، جرب، لكن ما تتوقعش معجزة. والأهم، جهز نفسك لصرف فلوس أكتر على الصيانة وتآكل أجزاء المحرك، واستعد للمفاجآت اللي هتثبتها لك الأيام. الخلاصة، العلم بيقول إن الفكرة صحيحة، أيوة فعلا حقيقي، لكن التطبيق العملي صعب، لأن الخلية اللي محطوطة في العربية لازم يكون حجمها صغير عشان تتحط في حوض الموتور. وإلا بقى لو عايزين احنا نتيجة حقيقية، لا احنا عايزين نجيب خلية حجمها قد تانك المية اللي فوق العمارة، ونحط على سقف العربية، ونجيب مولد كهرباء 3 كيلو وات، وننزل خرطوم من السقف، ونشيل عمة الهواء خالص، ونصنع بقى الهيدروجين على ابوه زي الكتاب ما بيقول.
وساعتها بس هتحس بتوفير. عموما لو حضرتك مصمم وعايز تجرب الموضوع الهيدروجين ده، هديك شويه نصايح وامري لله. اولا خد جهاز بمواصفات حديد ستانلس ال 316، استخدم محاليل الكتروليت مظبوطه من جهه موثوقه، ركبه عند مركز متخصص وخلي مهندس هو اللي يركبه لك. واخيرا ما تتوقعش معجزه عشان ما تتصدمش. وفي النهايه ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو افادك وعجبك، واكتب في الكومنتات هل عندك تجربه مع الموضوع ده، واشترك في القناه عشان يجي لك الجديد في عالم السيارات. اشوفكم على خير. كان معاكم المهندس ايهاب بكر. سلام.